السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال وردني كتير جدا من كثير من الطلبة، بيقولوا: كم بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة الأسانيد المتصلة بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام في القراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة؟ بقول لهم: بيني وبين النبي 28 واسطة. 28 واسطة. يعني إيه 28 واسطة؟ يعني بيني وبين النبي 28 رجلا قرأوا القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد النبي حتى الآن. يعني أنا قرأت على الشيخ مصباح الدسوقي وهو بينه وبين النبي 27 واسطة، والشيخ الدسوقي مصباح الدسوقي قرأ على الشيخ أبو ليلى الفاضلي، علي أبو ليلى. والشيخ الفاضلي قرأ على الشيخ الدسوقي، والشيخ الدسوقي قرأ على الشيخ الحدادي، والشيخ الحدادي قرأ على الشيخ العبيدي. يعني بيني وبين العبيدي 4 وسائط. ثم سلسلة السند بعد الشيخ العبيدي وحتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاصم. وعاصم قرأ على السلمي وزر بن حبيش من التابعين، والشيخ السلمي قرأ على زيد بن ثابت وعثمان بن عفان. وقرأ زر بن حبيش على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء الخمسة قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا بالقراءات العشر المشهورة حاليا. والنبي عليه الصلاة والسلام تلقى هذه القراءات من جبريل عليه السلام. يبقى أنا بيني وبين النبي 28 واسطة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون أحسنت الإجابة على هذا السؤال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.